اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي عند بشرى قناه بشرى خير. اليوم بشرى قدمت لكم اليوم واحد الوصفه زوينه بزاف، وكاين الناس اللي كيبغيوها بزاف بزاف بزاف، وهي سودانيه مطحونه. طحنا على يدينا بواحد الطريقه سهله مع شويه ديال زيت الزيتون. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم ما تنساوش تدعموني بلايك والضغط على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي والمشاهدات الكامله. الله يخليكم، كنترجاكم دائما، اتوسل اليكم. راني ما تلقاش مشاهدات كما كان انا كنشاهد الفيديو كله، عفوا كنشاهد الفيديو كله، كنشاهدو كنشوفو كله على حقه وطريقه، وكنستافد منه من عند بعض الاصدقاء اللي كيعجبني زعما الفيديو، كنستافد منه بزاف. حتى انه ما عجبنيش ما غاديش ندير بحال، المهم كندير المشاهده الكامله باش ربي يسهل عليا. راه خصنا نتعاونوا اصدقائي، خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، خصنا نبغيو الخير لبعضياتنا. اترككم في رعايه الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى وصفه قادمه باذن الله. نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذه السودانيه هذه، او الحار، او كما كيقولوا الاخوان ديالنا والاخوات الشرقيين او العرب اللي كيقول الشطه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، ويدخل علينا هذا البرد ان شاء الله بالامطار الرحمه ان شاء الله، وتكون على قد نفع ان شاء الله. اليوم بشرى قناه بشرى خير غادي تقاسم معكم اليوم واحد البودره ديال الفلفله الحاره او السودانيه كيف كتشوفوا. ها هي هاد السودانيه هذه راه كنشريوها وكنكرمها في الشمس، وكنخليها حتى الوقت اللي كنحتاجها. كنطحنها كامله كلها، وكنديرها في واحد القريعه بحال هكايا، وكنحتفظوا بها يعني كتتبيله حتى هي، لان كتعطي واحد اللذه هائله. الوصفات ديالنا لا اكثريه في السلطات، وبالنسبه للمشاوي بحال الدجاج او اللحم نخلطوها بعض المرات مع المايونيز، مع بزاف ديال الصلصات. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نمشيو معايا باش نمشي نطحن هاد السودانيه هذه راه صغيره كيف كتشوفوا. ها هي هاد الشكل هذا كيكون مديور. هذه كرمتها في الشمس وخليتها. عندكم الحق ثاني تكرموها في ملي تحيدوا الخبز من الفران يكون باقي سخون، تدخلوها بحال هكا وتخرجوها، وما تشريوها وتكرموها، لان كتكون شويه لاويه، كتكرم على خاطرها. اما ملي كيكون الصيف راه كتكرم يعني في الشمس بواحد الطريقه هائله احسن من الفران. دابا غادي نطحنها. احبائي كيف كتشوفوا، ها هي دابا السودانيه ديالنا، ها هي طحنتها تقريبا، قربت نكمل الطحين ديالها كيف كتشوفوا. دابا غادي نضيف عليها واحد نقيطه ديال زيت الزيتون. بسم الله، شويه صافي غادي نزيد صافي، وغادي نكمل الطحين ديالها باش كيعطيها واحد اللون ناضر، يعني لون كلير يعني واضح. وغادي نعاود ثاني نطحنها. كنحتفظوا بها واحد القريعه ديال الزاج، كتكون عندنا ديال الشوكولات او ديال الكونفيتور مربى، كتبقى عندنا دائما. بغينا كناخذوا منها واحد شويه وكنستغلوه في يعني نستهلكوه في السلطات ديالنا وفي المشويات، في اللحم، يعني اللحم ديال الدجاج او اللحم البقري او الغنمي، اي حاجه في المشويات. وان شاء الله كنتمنوا ديروا بحالها.